هذه هي الجوزاء، إحدى الآلات الموسيقية الأهوازية التي باتت أن تنسى، فأحياها من جديد الأستاذ الفنان ناجي لطيفي أبو أحمد. والربابة والمحماس والياون والكثير من الآلات الخشبية الأخرى أيضا من إنتاجاته. اليوم جينا برفقة الشباب والرسام الحاج خليل اللي من رواد التراث بالمحافظة. جينا إلى ليلة تقديرية لفناننا القدير الحاج أبو أحمد لطيفي، وكما تشاهدون هذه أعماله. وأبو أحمد الواقع الجندي المجهول اللي له صناعات يعني بجودة عالية، ولكن لحد اليوم ما حد يعرف هذه الصناعة. الحاج ناجي اللطيفي الإنسان الفنان صاحب الذوق، الحقيقة الإنسان يستحق التقدير، يستحق التشكر على جهده بما يبذل من جذوره التاريخية بالمحافظة وهي تراثه. طبعا الهدية هي رمزية كما تفضلت، رمزية كتاب بيت القصب اللي هو من انتشارات الأخ أبو عرفان والأخ أحمد ماجد، اللي احنا نقدمه لأبو أحمد، وإن شاء الله تكون هدية خير وبركة يستقبلها من عندنا. نشكرك إن شاء الله. أتشكر من جميع الأصدقاء اللي بيشرفونا بجيتهم ودائما يشجعونا على هذا العمل، وواقعا هم السبب الذي نستمر بهاي الأعمال التراثية. من هديتهم كتاب بيت القصب الأستاذ أحمد ماجد وحسين فرج الله. شكرا.